زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حديثنا اليوم عن إمام عادل وخليفة زاهد أعاد للأمة نور الخلافة الراشدة حتى لقب بخامس الخلفاء الراشدين. هنا تحت ثرى الشام يرقد خليفة لم يملك القلوب بالسيف، بل ملكها بالعدل والخشية من الله. إنه عمر بن عبد العزيز رحمه الله، الخليفة الذي لم تدم خلافته إلا 2 و5 أشهر، ولكنها غيرت مسار الأمة. لقد تولى الخلافة في زمن كثرت فيه المظالم وتعلقت القلوب بالدنيا، فوقف وقفة صدق مع ربه وقال: إن لي نفسا تواقة وما نالت شيئا حتى تاقت لما هو أفضل، حتى تاقت إلى الجنة. تولى الخلافة فلم ير فيها تشريفا بل تكليفا، فبكى ليلة توليه وقال: إني ابتليت بهذا الأمر على غير رأي مني ولا طلبة له. كان زاهدا في الدنيا عظيم الخوف من الله، يطفئ سراج بيت المال إذا انتهى من شؤون المسلمين، ويوقد سراجا من ماله الخاص إذا أراد شؤونه الشخصية. كان عدله مضربا للمثل، حتى ذكر أن الفقراء استغنوا، وأن الصدقات كانت تعرض فلا يجدون محتاجا. وكان يوصي ولاته: إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فاذكر قدرة الله عليك. توفي رحمه الله. كان الكريم بنصره قد بلغ الراجين فيه منالا، لا ننهزم والله يسمع صوتنا، والله جل جلاله يرعانا، والله جل جلاله يرعانا. توفي رحمه الله سنة 101 للهجرة، وعمره 39 سنة، ودفن في أرض الشام. رحم الله عمر بن عبد العزيز، فقد عاش قليلا لكنه ملأ الأرض عدلا، وترك درسا خالدا: أن من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى.